ايوه بالظبط زي ما انت جريت كده في العنوان يا صديقي. انا هدي الدك ممدوح نصر الله كتف قانوني، وهقدم حلقه سؤال وجواب مكانه. اصل هو مطنشنا، انت فاهم ايه القصه؟ احنا طلبناها منه كتير، وتحس ان هو ايه يعني بيعمل كل حاجه الا دي، مشغول عندي دي. فانا نزلت بوست النهارده وقلت لو انا سالتك يا صديقي عشان ترشح لي موضوع لحلقه النهارده، هترشح لي ايه؟ وبصراحة يعني أنا بشكر كل الناس اللي كتبت كومنتات سواء في صفحة هبدة مرتدة أو في جروبنا هبدة مرتدة. وأكيد طبعا هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف الفيديو ده تحت، ده لو أنت شفته أصلا الفيديو ده. فبصراحة حبيت أشكر الناس دي، لأن هم بدل ما هم اختاروا لي موضوع اختاروا لي عدة مواضيع، وتحولت الحلقة فجأة كده لحلقة سؤال وجواب. انا قلت بدل من ان انا كل يوم انزل حلقة عن موضوع معين منهم، لا انا هضمهم كده في حلقة واحدة بس هديهم لك باختصار. ولو انت يا صديقي شفت الفيديو ده وعجبك، يبقى يا ريت بس تختار لي موضوع منهم ممكن اكلمك عنه في حلقة مفصلة، هيكون فيها يعني عدد كبير جوي من المعلومات ممكن تستفيد بيها لو انت حابب. وهنبتدي بالسؤال اللي جالي بخصوص حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، وهل هو ممكن يحقق بطولة مع المنتخب؟ بص يا صديقي، حسام حسن على الورق هو معاه واحد من ضمن افضل المنتخبات في القاره، وتاريخيا هو سيد القاره. حسام حسن تحت ايده جماشات حلوه كبيره قوي، بيقدر ان هو المفروض ان هو يستخدمها في حاجات كتير صح. ولكن حسام حسن هيستخدمها صح ولا غلط دي حاجه في علم الغيب. انما انا توقعي الشخصي ان هو بطبيعه الحال اي مدرب ممكن يكون مكانه ممكن يعمل عدد كبير من البطولات، خصوصا كمان ان انت عندك جماشه كبيره جو من اللعيبه تقدر تستفيد بيها. عندك محمد صلاح وعندك تريزيجيه وعندك مرموش وعندك اسامي تقيله قوي بالنسبه للكره الافريقيه. فالمفروض والطبيعي ان هو يعمل حاجه، انما هيعمل ولا ما يعملش ده حاجه في حلم الغيب. بس انا توقعي ان هو اكيد ممكن يكسب افريقيا وممكن كمان يوصل لكاس العالم، نظرا كمان لسهوله المجموعتين. واعتقد اللعيبه اللي بتمثل منتخب مصر الفتره دي همهم الوحيد جو ان هم يطلعوا ببطوله، لان في جيل تاريخي احنا بنخسره في منتخب مصر لسه لغايه دلوقتي معلمش معانا باي بطوله. اما بالنسبه للسؤال اللي جالي عن روبن اموريم وهل اذا كان هيكون منقذ بالنسبه لمانشستر يونايتد او هيكون خليفه او سلسال للناس اللي قبله زي تين هاج وديفيد مويس ومورينيو وناس كتير جو عدت على قائمه مانشستر يونايتد من بعد رحيل السير اليكس فيرجسون. بص يا صديقي بكل بساطه برضو دي حاجه في علم الغيب، ولكن توقعي انا الشخصي ان روبن اموريم هينجح يمكن في الموسم الاول ويمكن في الموسم الثاني. بس هينجح من ناحيه البطولات، هو ممكن يحقق بطوله او اتنين من البطولات الصغيره دي، اذا كان اليوروبا ليج او مثلا كاس من الكؤوس اللي بتتلعب في خلال الموسم بالنسبه للدوري الانجليزي زي ما حصل مع تين هاج. ولكن مستوى الفريق هيكون برضه يمكن احسن حالا من المستوى اللي كان مع تين هاج. ولكن المشكله مش في مدرب مع مانشستر يونايتد، مشكله مانشستر يونايتد وهي يعني تقدر تقول ان هي مشكله متقسمه على اللعيبه وعلى الاداره وعلى المدرب المدير الفني، وحتى كمان على الناس اللي بتغير بتوع غرفه الملابس. يعني تحس ان المشكله اصبحت قائمه في مانشستر يونايتد. واحد زي اموريم على المباريات اللي قدمها مع سبورتنج لشبونه سواء في دوري الابطال او في الدوري البرتغالي، والمنافسه اللي عملها وحجم التاثير اللي احنا بنشوفه على فريق زي سبورتنج لشبونه، اعتقد ان تاثيره ده هيكون واضح وملموس على فريق زي مانشستر يونايتد. ولكن قصه الالقاب والمنافسه والصراع، الكره دلوقتي اتغيرت عن فتره السير اليكس فيرجسون، وفي حاجات كتير جوه نقص اليونايتد لو انت حابب ان احنا نتكلم عنها ممكن نتكلم عنها. اما بالنسبه للسؤال اللي جالي عن الدوري الايطالي وعن اللعيبه الايطاليين ازاي هم ما بيظهروش الا لما سنهم يكبر، ويعني عارف اللي هو ما بتشوفش انت دايما لاعب ناشئ عنده 16 17 سنه بيكون لاعب ايطالي. انا هقول لك يا صديقي بص للموضوع باختصار، ان ايطاليا فيها مشكله من ايام الفتره اللي كانت فيها جنه كره القدم وكانت الانظار كلها بصه على الدوري الايطالي. من ساعتها الدنيا اختفت، عارف اللي هو ايه، ما جاش الضوء مسلط عليهم، وده خلى حاجات كتير جوه تتغير. يمكن اهمها ان دلوقتي ما بقاش فيه الضخ المالي اللي جاي لهم من بره عشان الصناعه، فعشان كده كل الانديه بيجي الحاصل اللي بيجي لها اعتقد ما بقاش زي الاول، او الدخل اللي بيجي لهم من السيريا ما بقاش زي الاول. دي نقطة. النقطة التانية ما تقدرش تقول ان اكاديمية زي اكاديمية يوفنتوس مثلا طلعت 10 15 لاعب في الفترة الأخيرة، اكاديمية انتر ميلان، اي سي ميلان، نابولي، لاتزيو، كل الانديه دي الاكاديميات بتاعتها النهارده ما بتطلعش عدد كبير جوه من اللاعبين. وحتى لو طلعت عدد كبير من اللاعبين ما بيكونوش كلهم في المصنفين، يعني مثلا ككلاس ايه بتلاقي اللعيبه دي كلها يا دوب لعيبه كويسه، لعيبه تقدر تمشي في الدوري الايطالي، ولكن بيكون اختبارهم الحقيقي لما بيطلعوا بره. وعشان كده الفتره اللي فاتت من بعد مرحله جنه كره القدم انسى الدوري الايطالي. يمكن هو الدوري بيحاول ان هو يقف على رجليه تاني،
ولكن انا ما اعتقدش ان هو في الفتره اللي احنا بنعيشها دي. هجاوب كمان في عجاله سريعه عن السؤال اللي ساله لي صديقي معاذ عن السيتي، ولما اتكلم بعد كده جالك سيب السيتي في حاله وخليك في الريال. بص يا صديقي، في عجاله سريعه كده، مستوى السيتي مرتبط بحاجات كتير جوي، اهمها اصابه دي بروين وابتعاده، ده سبب خلل وتوازن في الفريق. اصابه رودري وابتعاده ده سبب ازمه اكبر من دي بروين. ليه دي بروين ورودري بالذات هما الاثنين؟ اولا انت بتتكلم عن واحد اتصنف ان هو احسن لاعب في العالم وخد البالون دور ومؤثر في مركزه وافضل ديفندر في العالم على مستوى الموسمين اللي فاتوا. فاعتقد يعني اي فريق ايا كان هو مين، ايا كان هو مدربه مين، لازم هيتاثر بغيابه. انت بتتكلم عن حاجه عارف اللي هو قطعه مهمه في تشكيله اي فريق، لما تغيب اكيد اي فريق هيتاثر بيه. الحاجة التانية حكاية دي بروين. دي بروين يا اخوانا كان الموزع الرئيسي لكل الهدايا اللي انت بتشوفها في الملعب. انت بتتكلم عن مرة تألق فودن، مرة تألق سافينيو، مرة تألق جريريتش، مرة مش عارف مين، مرة مين كوفازيتش يلعب في ماتش، لكن انت بتتكلم عن الحالة اللي بيعملها دي بروين في الموسم، لا دي بروين غير، فغياب دي بروين لازم يأثر. الحاجة التالتة كمان تراجع مستوى هالاند. انت بتتكلم في لاعب انت بتقول عنه ان هو متراجع، ولكن الراجل ده هداف الدوري، يعني ده مش اي لاعب، ده هداف الدوري الانجليزي، بادئ الموسم بدايه ولا اروع، بدايه قويه جو، هاتريك في هاتريك، عارف اللي هو ايه يعني. بص تحس انه عايز يخلص الكرة بدري بدري. يغيب عنه رودري ويغيب عنه دي بروين ويغيب عنه مفاتيح اللعب، وجاك جريليش بيصاب، سافينيو بيصاب، فودن مش في مستواه، عايز الناس دي كلها الخراطيم اللي كانت بتودي له امدادات كوره دي كلها لما تتقطع عنه عايزه يعمل ايه؟ برضه كان بيسجل وبرضه بيطلع لك. انت عايزه يطلع نار من بوج كل ماتش هاتريك، ما هو بيسجل لك هدف في غاب الفتره اللي فاتت، وده مش بسببه هو بس، انت بتتكلم عن تراجع مستوى الفريق كله يا معلم. يعني انت كنت منتظر ايه من هالاند؟ اما لو الناحيه الثانيه رحنا ريال مدريد، فمشكله هالاند هي مشكله مبابي. انت النهارده بتدور ان مبابي ما اشتغلش معاهم لسه، ومش هو مبابي اللي احنا عارفينه، ومش ما انت عايز ايه؟ مستوى الفريق كله واجع، عندك اصابات. انت النهارده انشيلوتي تحس ان هو بيرجع في التشكيل في في ماتشات كتير قوي، وكمان مباريات اثرت على مستوى الفريق معنويا. انت بتتكلم على خساره من برشلونه بعد ما انت دايما مسيطر عليهم نفسيا ومعنويا، خساره من الميلان في دوري الابطال مفاجاه. بص عيل صغير ما كانش يتوقع ان الميلان ممكن يفوز على ريال مدريد، انت بتهزر ولا ايه؟ فالحاجات دي يا صديقي اكيد هتاثر بالسلب الجوي معنويا على مستوى الفريق. بجانب ان مبابي خلي بالك برضو في الاول وفي الاخر انت بتتكلم عن واحد قضى حياته كلها بيلعب في فرنسا، انت بتتكلم عن واحد حرفيا مهما كان اسمه. بس فعلا انت فاكر السنه اللي خدها ميسي بعد الخروج من اسبانيا على باريس سان جيرمان؟ الناس كلها كانت، كل الناس عامله له العذر لانه اول مره يخرج بقى من اسبانيا يلعب في الدوري الفرنسي، فالموضوع مختلف. انت بتتكلم عن لاعب برضو النهارده مبابي بيلعب في اسبانيا لاول مره، ما اعتقدش ان هو ايه مستواه وحش ولا كذا ولا كذا ولا خازوق زي الناس ما بتقول. ده مبابي في الاول وفي الاخر هو اكيد هيجي عليه وقت وهينفجر، وهتشوف واحد من اعظم اللاعبين في الفتره الحاليه في الدوري الاسباني. بص يا صديقي، انا حاولت ان انا اختصر ولكن الفيديو طول فشخ يعني، فانا مش عارف اعمل ايه. عامه في مجموعه من الاسئله كده انا هرحلها في فيديو تاني، يعني اتمنى بس ان انت تشوف الفيديو ده الاول، ولو ما جيتش سؤالك يا صديقي استناني الفيديو الجاي يعني، ده لو انت شفت اصلا يعني. بص، سلام عليكم.